وعي اليسر اللي احنا محرومين منه بقالنا سنين. عشان توصل لاي حاجه محتاج تشقى وتتعب، عشان تحل امورك لازم تتبهدل. الحكمه من رحم المعاناه، دايما في معاناه علشان نوصل للحاجه الحلوه. كلمه اليسر دي الحقيقه انا لما ابتديت اطبقها في حياتي فرقت معايا 180 درجه. اكيد. وبدات احس الله، طب ما دي سهله اهو يا جماعه، طب ما دي ممكن تحصل اهو عادي، ايه المشكله؟ هي برمجه. برمجه. احنا اتبرمجنا على ان الحياه شقاء، وبتتقال لنا كتير ان الحياه تعب، مش هيجيلك فلوس غير ما تتعب وتتمرمط وتتبهدل، ان احنا متبرمجين على لما حاجه تيجي سهله ايه ده، هو ايه اللي حصل؟ ايوه ايه ده، خير لما اجعله خير، ده اكيد في حاجه هتحصل بعدها. بالظبط، عند ده وعي احنا اتبرمجنا عليه، لكن احنا بالتدريب نفهم. وانا بسال بقول يا رب بكل سهوله ويسر. لما بتقوليها كتير فعلا سبحان الله بتتفعل في حياتك، تلاقي حاجات كتير بتحصل بسهوله وما تستكتريش وما تستغربيش، لان ربنا قادر، هو ربنا كن فيكون اصلا. يعني الطلب بيجي لك في ساعتها، احنا الكلام اللي بنقوله اللي بيصعب حياتنا. ايوه يا دكتور، دي بقى مهمه بقى دي. يعني عايزين نساعد المشاهد النهارده ان هو يكون اكثر مراقبه لكلامه، علشان ايه اللي بيحصل بقى مع الكلام. اي كلام بقوله انا ببرمج بيه نفسي، وكمان لو ام بقى بتبرمج ولادها بقى. كل الكلام الام والاب بيقولوه في البيت برمجه للولاد. فانا بقول ايه في البيت، ايه الكلمات اللي بقولها. احنا هنسكت بقى، احنا هنسكت وخلاص. احنا متهيألي نقفل بقنا ونسيب العيال تعيش حياتها. هي الفكره ان فعلا احنا وعينا كله جاي من اهلنا. اكيد اول حاجه بتاثر هي الاهل طبعا. فهم بيتكلموا بيقولوا ايه طريقتهم في الحياه، هل طريقتهم سلسه وسهله ولا في صعوبات، ولا كلامك بيخلق الواقع بتاعك. الكلمات اللي انا بقولها بتخلق الواقع ده حقيقي. على راي احمد حلمي في الفيلم، تعالى بينا نغير الواقع بقى، فتعالوا نغير كلامنا عشان نغير الواقع. وده حقيقي، لما بتغيري طريقتك في الكلام، الكلمات اللي بقولها، طريقتي في ان انا بتعامل مع الامور، كلماتي بتغير حالي. الله. فنبرمج نفسنا على ده برضه. دي حاجه جميله نختم بيها النهارده ان شاء الله، ان كلماتي بتبرمج حياتي. عايزين بقى حاجه الانسان يعيش بيها كسؤال، يبقى دايما ده الموجود معاه. هل في حاجه غير السؤال اللي انت قلته لنا، ولا في سؤال مختلف ممكن بقى ده اللي يبقى عايش بيه على طول؟ هو انا بقول هو مش سؤال محدد قد ما هو السؤال بتاع الموقف اللي انا فيه دلوقتي. ودايما خلي بالكم السؤال شبه الدعاء قوي. الله، ده معنى حلو ده. انت لو ربطتي السؤال هو دعاء، فاللي يجي على بالك ساعتها. لكن انتبه وانا بسال ان مثلا وانا بقول ما الخير في ذلك، ما بقاش عندي اجابه. تمام. انا مش بسال بدون انتظار اجابه. فعيشوا بالسؤال بحال من القلب، زي ما انت عايشه بالقلب. اسالي من القلب وافتحي الاحتمالات، والرسائل هتوصل من عند ربنا ان شاء الله.